في 3/12/2023 في المحلة الكبرى محافظة الغربية في مصر. الأب محمد عبد السلام اللي من الدقهلية جاله مكالمة تليفونية الساعة 11 الصبح. صحى من النوم بيرد، قاله مين معايا؟ قال له ده انا ضابط الشرطة وعايز ابلغك ان بنتك روان موجودة في المستشفى ومطعونة عدة طعنات كتير في بطنها وفي جميع جسمها. فطبعا الاب قلق جدا وراح بسرعة على المستشفى اللي موجودة في المحلة عشان بيتفاجئ ان بنته موجودة في المستشفى جثة. وعشان نعرف تفاصيل قصتنا نرجع لورا بقى سنة ونص لما أحمد راح اتقدم لروان. وأحمد وروان كانوا عارفين بعض من كلية التربية الرياضية، كانوا الاتنين في الكلية، بس أحمد طبعا كان أكبر من روان. فأحمد أول ما اتخرج راح اتقدم لروان لأنهم أصلا وهم في الكلية كانوا متفقين إن هم هيتجوزوا وكانوا حابين بعض جامد. وبالرغم من ان اهل احمد كانوا رافضين جدا ان احمد يخطب من محافظة تانية، هو من الغربية، مش عايزينه يخطب من محافظة الدقهلية، عايزينه يخطب حد من قرايبهم، حد من معارفهم، يعني حد يبقوا عارفينه كده. بس احمد رفض وصمم ان هو لازم ينفذ وعد الروان ان هم لازم يتجوزوا لان هو كمان كان بيحب روان. فوالد روان محمد عبد السلام قعد يسأل على احمد، فعرف ان هو شاب مؤدب ومحترم ومستقيم وعنده كمان مصدر دخل كويس اللي هو المحل بتاعه اللي بيبيع فيه مفروشات. فوافق على الخطوبة وتم خطوبة أحمد وروان، وبعد فترة قصيرة جدا اتجوزوا وكانت حياتهم ماشية كويس جدا وسعيدين في حياتهم ومبسوطين لأن هم أصلا واخدين بعض عن حب. وكمان روان حملت على طول أول ما اتجوزت وربنا أكرمهم بطفل جميل. بس بعد كده بقى بدأت روان تلاحظ على أحمد إن بدأت سلوكه تتغير يعني ويتغير معاملته معاها، يعني ما عادش بيهتم بيها وبابنها زي الأول. كان الأول يخرج من شغله يقفل محله ويجي على البيت على طول، لأ بقى بيتأخر بره الوقت متأخر ويجي كل يوم متأخر، ودايما تشوفه ماسك التليفون كده وبيخبي كده في التليفون بتاعه وهو مثلا عمال يكلم حد أو يبعت رسائل لحد. وكل ما تسأله هو أنت بتخبي التليفون ليه؟ هو أنت بتكلم مين؟ قاعد معانا وأنت مش معانا كده يعني؟ يقول لها لا مفيش، ده انا بكلم واحد صاحبي. وكمان بيرجع بيته في وقت متأخر، وبعد كده بعد ما روان تنام تلاحظ ان هو خد التليفون وراح في أوضة تانية وعمال يكلم، بس بيتكلم بصوت واطي وهي مش عارفة هو بيكلم مين. بس طبعا يا جماعة كانت حاسة ان جوزها بيخونها يعني، بس مش ما عندهاش دليل قاطع يعني على موضوع الخيانة ده. ففي يوم بقى كانت بتزور والدها، فاخوها كان موجود وهو مفيش غير اخوها ده يعني اللي عندها. فاخوها كان موجود فلاحظ عليها ان هي زعلانه كده وقاعده كده ساكته، فقال لها طب تعالي اتكلم معاكي في الاوضه شويه، وخد اخته ودخل معاها الاوضه يتكلموا على انفراد يعني. فبدا يكلم اخته وحاول معاها كتير عشان يعرف منها هي مالها وايه اللي مزعلها وقاعده متضايقه ليه، بس هي حاولت يعني تنكر كتير وتقول له مفيش حاجه، لا انا كويسه مع احمد ومبسوطين. بس هو طبعا يعني اخته فاهمها يعني، بالضغط عليها طبعا في كلامه يعني اعترفت له بكل حاجه وقالت له انا هقول لك على كل حاجه. انا ملاحظه ان احمد بياخد التليفون ويتكلم بيه طول الليل وبيوطي صوته وهو بيتكلم، فانا حاسه ان هو بيخوني. وكمان احمد كان بيرجع بدري من شغله، بقى بيرجع متاخر كل يوم، وكل ما اساله كنت فين يقول لي انا كنت متاخر في الشغل. فاخوها قال لها ايه بقى؟ قال لها طالما انت معكيش دليل يعني فيبقى ده كله اوهام في دماغك وانت اللي بتهيألك، واحمد راجل كويس ومحترم واحمد بيحبك عمره ما هيخونك. وكمان قال لها ما تحاوليش تعملي مشكلة مع جوزك يعني على حاجة انت مش واثقة فيها ومش متأكدة منها اصلا يعني، وما تعمليش مشاكل عشان ما تخربيش بيتك يعني. فهي اقتنعت يعني بكلام اخوها الى حد ما يعني، وروحت مع احمد عادي وكأن ما فيش حاجة يعني، بس برضه قلبها مش مطمن للي احمد بيعمله. لحد بقى يوم 1/12/2023 كان في فرح لواحدة قريبة روان، فقالت لأحمد تعال نروح نحضر الفرح. وفعلا راحوا حضروا الفرح مع بعض وقضوا يومهم، وروان يعني حاولت تبين للناس كلها اللي موجودة ان هي سعيدة مع احمد، وقعدوا ياخدوا صور وهم مع بعض، وكمان قعدوا يرقصوا مع بعض ويتصوروا. فالناس كلها اللي حواليهم ملاحظة ان هم مبسوطين مع بعض وعايشين حياة سعيدة لانهم واخدين بعض عن حب.
وكمان روان كانت دايما بتكتب في مواقع التواصل الاجتماعي عن حياتها السعيدة وان هي مبسوطة في حياتها، وربنا يكرم كل اصحابها وكل معارفها وكل اللي هي بتحبه يعني بحياة زي اللي هي عايشاها، لان احمد بيحبها وهي بتحبه وعمره ما زعلها. ده اللي كانت بتكتبه روان على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ممكن روان تشتكي لوالدها يعني عن اللي بيعمله احمد، بس هي ما حبتش تشتكي عشان والدها راجل كبير في السن وخايفة عليه ان يجيله ضغط، يعني ضغطه يعلى يحصل له حاجة لما تحكي له عن مشاكلها يعني، وقد ايه هي زعلانة من اللي بيعمله احمد وان هي شاكة فيه اصلا. وكمان كانت خايفة من اي تصرف من والدها ضد احمد، يعني ما كانتش عايزة تشوه صورة احمد قدام والدها. في 3/12/2023 بقى، يعني بعد حضورهم الفرح بتاع قريبة روان ده بيومين اتنين بس، يوم 3/12 ده الوقت اتأخر واحمد لسه مرجعش البيت. فروان طبعا كانت شاكة جامد في كل تصرفاته، فشكت وقتها ان هو اكيد بيخونها مع واحدة في المحل دلوقتي، فراحت لبست ولبست ابنها اللي كان عمره وقتها 4 شهور وراحت لأحمد المحل. شافت ايه بقى الله اعلم، بس صوتها عالي جدا وقعدت تزعق. ممكن تكون شافت احمد مع اي واحده يعني، الله اعلم، لان ايه اللي يخليها تزعق وايه اللي يخلي صوتها يعلى وايه اللي يخلي احمد يقعد يهدي فيها ويقول لها وطي صوتك وطي صوتك، نتكلم في البيت، احنا في محل ما ينفعش نتكلم والناس كده هتتفرج علينا. المهم احمد قعد يهدي في روان وخدها وراح عند والدته، ساب ابنهم عند والدته وخد روان وروح البيت. فبدأوا يتكلموا مع بعض وشدوا مع بعض جامد لدرجة إن أحمد مد إيده على روان وضربها جامد، لدرجة بقى الغضب اللي وصل ليه أحمد يعني والانفعال إنه دخل المطبخ جاب سكينة وقعد يطعن مراته وأم ابنه روان في بطنها جامد، طعنات كتير وطعنات متعددة في كل جسمها. وبعد ما طعنها بالسكينة الطعنات الكتيرة دي جاله بقى حالة من الذهول، قعد شوية جنب جثة مراته طبعا وهي مالية الشقة دم، وبعد كده قام واخد التليفون بتاعه واتصل بواحد صاحبه قال له أنا قعدت أضرب مراتي روان بالسكينة كتير جدا لحد ما خلاص هي ماتت. فصاحبه ده اتصل بالشرطة وقال لهم على موقع الحادث، وكمان قال لهم إن أحمد هو اللي عمل كده في مراته روان. فالشرطة راحت طبعا وودوا الجثة للطب الشرعي وتم القبض على أحمد، وأحمد ما أنكرش، اعترف بكل حاجة وقال أيوة فعلا هي جت لي المحل واتخانقنا وبعد كده خدت ابني وديته عند أمي عشان يعني صوتنا لما يعلى هو الطفل الصغير يعني ما يتأذاش من الانفعال اللي هيحصل يعني. وبعد كده خد مراته وروح البيت عشان يكملوا خناق. فهو ما حسش بنفسه يعني غير ان هو ماسك السكينه وعمال يطعنها طعنات كتير. اما بالنسبه بقى لمحمد عبد السلام والد روان، كان زعلان جدا ومقهور على وفاة بنته، وتوفى بعد وفاة بنته دي ب3 شهور بس، متأثرا يعني بموت بنته. وكمان والد روان قعد في لقاء كده تلفزيوني كانوا عاملينه معاه قبل طبعا ما يتوفى بعد وفاة بنت روان على طول، قعد بقى يتحاسبن على احمد وقعد يقول ان هو ما كانش مصدق وما كانش متوقع ان احمد المؤدب المحترم اللي بنته عمرها ما شكت منه ممكن يقتل بنته. اما احمد بقى فضل محبوس والتحقيقات شغاله معاه. في 17/4 بقى 2024 اتحكم على احمد ب2 سجن بس. ليه بقى؟ لان اخو روان اتنازل عن حق اخته روان المدني. وطبعا نسيت اقول لكم على حاجه، ان دايما كانت روان لما بتواجه احمد وتقول له بقى في الفتره الاخيره ما بينهم يعني انت بتخوني، انا حاسه انك بتخوني، انا حاسه انك تعرف حد يعني تعرف واحده، كان بيقول لها انا بخونك. يعني كان عنده برود جامد في رده عليها، هي تزعق وتقعد تتنطط وايوه انت بتخني وانت بتعرف حريم وانت بتقعد في المحل مع حريم وتخني معاهم، كان دايما يقول لها ايوه انا بخونك وانا بعرف ستات وانا بكلم ستات في التليفون، كان معترف بكل حاجه ما كانش بينكر طبعا. وهي طبعا كانت زعلانه جامد ومتاثره جامد برده ده لانها اصلا كانت بتحبه. ويا ترى انتوا بقى رايكم اخوها اخو روان كان المفروض يتنازل عن حق روان المدني وانه يتحاكم ب2 بس، ولا المفروض ما كانش يتنازل عن حق اخته المدني وكان يفضل محبوس احمد ويتعاقب باقصى عقوبه يعني لانه قتل اخته؟ وانت ايه رايكم بقى في موقف اخو روان؟ هو المفروض كان يتنازل عن حق اخته المدني وكانت حبس احمد 2 بس،
ولا المفروض ما كانش تنازل عن حق اخته المدني؟ واحمد كان خد اقصى عقوبة، يعني قتل اخته، يعني قتل مراته. وقتلها ليه؟ قتلها عشان الله اعلم ممكن تكون شافته مع واحدة في المحل، وبعدين هي شكت فيه ليه ونزلت تبص عليه في المحل اصلا. ما هو من عمايله ومن افعاله، يعني بيرجع البيت متاخر. انت بتخني وبتكلم واحده، انا بخونك وبكلم واحده. فطبيعي يعني ان هي كانت تبقى منفعله، ده جوزها وبتحبه وغيران عليه، ده الطبيعي. يعني ما كانش المفروض يبقى ده رد فعله. يعني هو بيخونها وكمان يقتلها علشان خيانته دي. يعني انا وجهة نظري ان هو ما كانش يستاهل سنتين بس، لان هو اللي عمل كده. هو اللي خان مراته، مش هي اللي خاينه، هو اللي خانها، وهو اللي عرف غيرها، وهو اللي عمل علاقات مع ستات كتير وكان بيخونها وكان معترف ليها بخيانته. هي تعمل ايه يعني؟ كانتش عايزه تخرب بيتها اكيد عشان معاها طفل، وما كانتش عايزه تقول لوالدها حاجه، وعشان برضو خايفه على صحه والدها. وحتى ما اشتكتش لاي حد من صحباتها يعني. ودايما كانت بتقول على التواصل الاجتماعي ان هي كويسه، هي واحمد وعايشين حياه كويسه. يعني ما كانتش عايزه تفضحه وتعرف الناس عمايله. يعني هو ما صنش ده كله، وما صنش زوجته اللي بتحبه وعنده منها ابن كمان. يعني ما صنش ده كله احمد. يعني يا ترى انتوا بقى ايه رأيكم في الحكم على احمد؟ يعني متنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.